تفتكروا المكان ده يستاهل فعلا كل الضجه اللي معموله عليه ولا هيطلع حكايته ايه؟ طيب بعد ما كسر الدنيا بفروعه في المنصوره ودمياط وطنطا والعبور، روح دمشق واصل حكايه الشاورما في مصر عاملين 4 بوكسات جديده باسامي المحافظات اللي فروعهم فيها. وعشان احنا في فرع العبور فهبدا الاول ببوكس العبور، بيبقى فيه نص فرخه شوايه مع 4 قطع ستريبس. الستريبس بالنسبه لي كان عادي، بس طعم الفراخ الشوايه عندهم بجد مش عادي. الفراخ طريه ونضيفه قوي وبتدوب في بقك كده وانت بتاكلها. وبين بوكس العبور نطلع على بوكس المنصوره، وده بيبقى فيه 2 شاورما فراخ لارج وواحد لحمه لارج معاهم ماريه فراخ. واللي يعرف فيكم هم سموها ماريه ليه يا ريت يقول لي في الكومنتات. ولو عايزين تعرفوا انهي احلى عندهم سواء شاورما اللحمه ولا الفراخ، فبصراحه هما الاثنين كانوا احلى من بعض. بس انا عن نفسي هميل لشاورما الفراخ عشان بحبها، وهم كمان بصراحه عاملين سندوتش شاورما فراخ ما فيهوش غلطه سواء الماريه ولا السوري. اما بقى بوكس دمياط فده بيكون فيه قطعتين بروست و4 كريسبي. وخليني اقول لكم ان البروست عندهم طعمه يجنن سواء في حجم الفراخ او القرمشه، والطعم بجد 10 على 10. ونطلع من دمياط على طنطا بوكس فيه 8 شاورما كايزر، تقدروا تختاروهم كلهم لحمه او كلهم فراخ او تمكسوهم زي ما تحبوا على كيف. كل البوكسات اللي فاتت دي بيبقى معاها توست مقرمش طعمه خطير، ده غير كمان الصوصات وبطاطس بتنزل معاها كتير. وبصراحه بعد ما جربت المكان ده اقدر اقول ان دلوقتي بس عرفت هو ليه كان قالب الدنيا وعامل حكايات سواء في فرع العبور او في باقي المحافظات.